عارفة إن الساعة اللي انتي نايمة فيها دي في غيرك بيغرف من خزنة الرزق وانتي بره السحب؟ أيوة، الرزق والبركة والجمال والروقان بيتوزعوا الصبح بدري وانتي محبوسة تحت الغطا. كتير مننا بنبقى فاكرين إن السهر والقعدة على الموبايل هو ده الروقان، بس جاية النهاردة أقولك إنك بتدفعي التمن من أعصابك ومن ضحكتك ومن بركة بيتك اللي عمالة تنطفي. فوقي، الشمس مش بتستنى حد والرزق مش هيخبط على باب واحدة نايمة لحد العصر وسايبة الدنيا تضرب تقلب. خطوات بسيطة قوي تخلصك من الكسل ده وتخليكي الست اللي فخورة بنفسها وحياتها نشيطة ورايقة. لو قلبك جامد وعاوزة تتولدي من جديد يبقى الفيديو ده ليكي. قبل أي حاجة حطي لي شوية الحاجات بتاعة اليوتيوب دي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يجيلك إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. ويلا شدي كرسي وهاتي قهوتك وتعالي نصحصح سوا. عارفة إيه النصب الحقيقي اللي بنتعرض له كل يوم؟ إننا مصدقين إن يومنا بيبدأ لما العيال تصحى أو لما المنبه يضرب ويصحينا بالغصب. لا يا ست الكل، لو بدأتي يومك مع العالم يبقى أنت مفعول به مش فاعل. النهاردة جاية أقولك إن الساعة 5 الصبح دي هي الثغرة اللي هتخليكي تسبقي الكل ب10 خطوات بس. الست الذكية هي اللي تخطف ساعة من الزمن قبل الدنيا كلها ما تصحى، عشان الساعة دي هي اللي هتبني فيها مملكتك بهدوء. ساعة هتخليكي ست تانية خالص، هادية مسيطرة منجزة ومن غير ما تنهجي. النهاردة هنغير اللعب. فاكرة إن الساعة 5 الصبح دي ساعة تعب وشقة؟ انتي غلطانة. دي الساعة اللي بتبني فيها نفسك قبل أي حد ما يطلب منك حتى كوباية مية. دي مش ساعة شغل، دي ساعة سعادة. ساعة تقلب حياتك 180 درجة ومن غير مجهود لو اتعودتي عليها. التغيير ما بيجيش بين يوم وليلة، بس في حيل صغيرة لو عملتيها هتقلب الموازين. تخيلي معايا لو حد خد قراراتك لمدة أسبوع وقرر يعيش مكانك، مش هيغير حياتك بس هيغير التفاصيل الصغيرة. هينام بدري شوية، هيسكت بدل ما يرد، هيبدأ بدل ما يأجل. بعد أسبوع واحد النتيجة مختلفة تماما، وده السؤال اللي محدش بيسأله لنفسه. هو أنا محتاجة حياة جديدة ولا محتاجة طريقة مختلفة أعيش بيها نفس الحياة؟ الصبح بدري هو لحظة السلام اللي بتسبق العاصفة، الفرصة الذهبية اللي بتملكيها لتصفية ذهنك وتهدئة قلبك وترتيب أفكارك قبل ما تسرقك ضغوط الحياة ومطالبها. لما بتبدأي بنية واضحة وروتين منظم بتبقي أكتر قوة وتحكم في حياتك، بيبقى معاكي فرصة حقيقية لتغيير حياتك. السؤال هنا إزاي تبدأي اليوم صح؟ علشان ما بين إنك تنجحي في التغيير أو تتشتتي سر بسيط وفعال وقليلين قوي اللي بينفذوه: إنك تسيطري على أول ساعة في يومك. إحنا دايما بنقول إننا تايهين، بس في الحقيقة إحنا مش تايهين ولا حاجة، إحنا عارفين نعمل إيه بس مش بنعمله. عارفة إنك محتاجة ترتاحي ومش بترتاحي، عارفة إنك محتاجة تبدأي وبتأجلي، عارفة إن في حاجة غلط وبتسكتي. مش جهل، ده اختيار متكرر بشكل روتيني ممل. كل مرة بتقولي مش دلوقتي، انت مش بتأجلي لحظة، انت بتأجلي حياة كاملة. مش التأجيل الكبير، التأجيل الصغير اللي محدش بياخد باله منه. هبدأ بكرة، هرتب نفسي الأول لما أبقى جاهزة. وعمرك ما بتبقي جاهزة وبتفكري كتير من غير ما تعملي حاجة. التفكير بيخليكي حاسة انك بتتحركي بس انتي ثابتة مكانك. الفرق بين اي حد نجح وحد لسه مكانه مش الذكاء ولا الحظ، الفرق ان واحد قرر ما يكملش بنفس الطريقة ويطور من نفسه، وحد راضي يفضل محلك سر. وانتي كل يوم عندك نفس القرار، بس السؤال: هتفضلي زي ما انتي ولا مرة واحدة في حياتك هتختاري تبقي مختلفة؟ عارفة الإحساس بتاع إنِك قمتِ من النوم لقيتِ نفسِك بتجري ورا الساعات، العيال صحيوا، الفطار اتحضّر، المواعين بدأت تتراكم، وأنتِ وسط كل ده تايهة، وكأن القطر فاتِك وأنتِ واقفة على المحطة. لو فاكرة إن الست الشاطرة هي اللي بتخلّص شغل بيتها بسرعة تبقي غلطانة. الست الذكية هي اللي بتلحق البدرية، بتلحق وقت ليها هي الأول. مش باقول لِك اصحي بدري عشان تلحقي تنضّفي، لأ، أنا باقول لِك اصحي بدري علشان تلاقي نفسِك اللي ضايعة وسط زحمة اليوم. قبل ما أقولك تعملي إيه لازم نعرف إحنا كنا بنغرق في شبر مية ليه. في عادات مسمومة بنعملها كل يوم بتهد حيلنا من غير ما نحس. أولهم كمين الموبايل. أول ما عينك تفتح تمدي إيدك تجيبيه وبتدخلي بقى في دوامة فلانة طبخت إيه وعلانة راحت فين.
انت كده بتسلمي مفتاح أعصابك للعالم الخارجي قبل ما تقولي يا فتاح يا عليم. تاني حاجة خناقة المنبه، تبقي ظابطاه وعارفة الوقت اللي لازم تقومي فيه، وبرضه كل ما يرن تضغطي على زرار التأجيل وتنامي شوية كمان، وده مش راحة، ده بيخلي جسمك يدخل في دورة نوم جديدة وتقطعيها فتقومي جسمك مكسر ومصدعة طول اليوم. تالت حاجة العشوائية، انك بتقومي من النوم وانتي مش عارفة هتبدأي منين، فتلاقي نفسك بتعملي 10 حاجات في وقت واحد وما بتخلصيش ولا حاجة فيهم. العادات دي عاملة زي الثقب في شوال الرملة، مهما مليتي يومك طاقة العادات دي بتهدرها أول بأول. علشان كده لازم تبدأي بقطع العادات دي من الجذر، علشان نصحى ونفوق ونمسك لجام اليوم بإيدينا كويس. علشان نصلح اللي اتكسر محتاجين ريست لدماغنا بخطوات بسيطة. أول حاجة المنبه بعيد الكسل يطير، اوعي تحطي المنبه أو الموبايل جنبك أو تحت المخدة. تاني حاجة قاعدة ال5 ثواني، أول ما المنبه يرن عدي ورايا 1 2 3 4 5 وقومي اقفي على رجلك، ما تديش لدماغك فرصة تفكر، لأنها لو فكرت هتقولك الجو دفى، السرير أحلى، جسمك مدغدغ، وهكذا بقى. تالت حاجة التحضير المسائي، السر في الصبح بيبدأ من بالليل، مطبخك بايت نضيف، لبسك جاهز، عارفة هتعملي غدا ايه. لما تصحي تلاقي الدنيا رايقة نفسيتك بتتفتح على الصحيان. وعلشان ما يبقاش حماس يومين ويروح لحاله لازم نحافظ عليه. أول حاجة نامي بدري، مفيش معجزات، لو نمتي 2 بالليل أكيد مش هتقدري تصحي 5 الصبح. احترمي حاجة جسمك للنوم علشان يقدر يخدمك الصبح. تاني حاجة كافئي نفسك، خلي ليكي حاجة حلوة مش بتتعمل غير الصبح بدري، شرب القهوة في هدوء، قراءة كتاب بتحبيه، أو حتى قعدة استرخاء مع نفسك. لو ارتبط الصحيان بحاجة بتحبيها هتصحي بدري زي ما بتحبي السهر كده بالظبط. تالت حاجة بلاش جلد ذات، يعني لو فاتك يوم وصحيتي متأخر عادي جدا، ما تقوليش اليوم باظ وتكملي نوم، لأ، ابدأي من وقت ما صحيتي. طيب صحينا بدري نعمل ايه؟ اهو هو ده الكلام بقى، ساعة لربك وساعة لنفسك. ابدأي بالصلاة والأذكار، دي حصنك اوعي تفوتيها. اقرأي صفحتين من المصحف، الهدوء ده هيديكي سكينة تخليكي هادية مع ولادك طول اليوم. الوقت ده فيه بركة مش طبيعية. وخليكي دايما فاكرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. يعني البركة في الرزق وفي الصحة وفي الوقت وفي هدوء البيت كلها محطوطة في الساعات الأولى دي. لما تبدأي يومك مع ربنا وتطلبي منه البركة في بكورك بتلاقي سبحان الله الشغل اللي كان بياخد منك ساعات خلص في ساعة واحدة، وكمان في وسط النهار بتنسي انك عملتيه. ستي وستك قالوها زمان: شغلة البدرية منسية. بعد كده خلصي البعبع، شوفي أكتر حاجة بتشيلي همها زي مثلا توضيب الغدا، الغسيل، خلصيها في الهدوء ده. تخيلي تيجي عليكي الساعة 10 وانتي مخلصة هم اليوم كله. بعد كده بتاخدي وقت ليكي، لو عندك موهبة بتمارسي رياضة، مشروع شغالة عليه، شغل وراكي بتخلصيه، ده أحسن وقت علشان تركيزك بيبقى 100%. يلا نشحن البطارية اللي هتخليكي تكملي اليوم، خصوصا في أول أسبوع عقبال ما تتعودي. القيلولة البسيطة. أكيد دلوقتي في سؤال بيدور في دماغك: طب يا ميرا أنا صحيت 5 الصبح، أكيد هاجي على الظهر وأفصل شحن، هعمل إيه؟ إحنا مش عاوزين نرهق نفسنا ولا بنعذبها ونكرهها في الصحيان بدري، إحنا عاوزين الموضوع يبقى أسلوب حياة مش عقاب. اسمعي مني، في أول أسبوع أو أسبوعين وأنت لسه بتعودي جسمك مفيش مانع تاخدي قيلولة بسيطة بعد ما تخلصي شغل بيتك الأساسي وقبل ما الولاد يرجعوا من مدارسهم، بس المهم إنها تكون خطفة مش نوم عميق، نص ساعة لساعة بالكتير، دي كفيلة إنها تفوقك وتعملك إعادة تشغيل لعقلك وجسمك، وتخليكي تقدري تكملي يومك لليل وانتي فايقة مش وانتي مدروخة وعاوزة تنامي على نفسك. القيلولة دي هي العكاز اللي بنسند عليه في الأول لحد ما جسمنا يتعود، ومع الوقت هتلاقي نفسك مش محتاجة لها، أو بقت مجرد وقت راحة بسيط بتفصلي فيه من دوشة اليوم. فما تحسيش بالذنب لو نمتي نص ساعة في نص اليوم، دي هي اللي هتخليكي قادرة تستمري وتصحي بدري تاني يوم بنشاط. طيب شحنا البطارية وفوقنا والعيال رجعوا والبيت بدأ يعمر بالدوشة، هنعمل ايه هنا بقى؟ هنا هتحسي بفرق المجهود اللي عملتيه الصبح وبهدوء نفسي، لانك خلصتي معظم الصعب بدري واخدتي وقتك الخاص. هتلاقي نفسك بتستقبلي الولاد وزوجك بابتسامة وبهدوء اعصاب، مش واقفة على تكة علشان اليوم مسروق منك وبتجري ورا نفسك. هتكوني ام هادية وست بيت رايقة، وده في حد ذاته اكبر مكسب. وعلشان يومك يكمل صح لازم تعهدي نفسك انك مش هتنامي وفي معلقة في الحوض، لان
ده اللي هيضمن ليكِ إنِّك لمّا تصحي الصبح بدري تلاقي نِفسِك مفتوحة على اليوم، وبدل ما تفتحي عينِك على جبل مواعين تفتحيها على ريحة قهوتِك. زي ما بدأنا يومنا بهدوء حاولي قبل النوم بساعة تسيبي الموبايل خالص وتهدي الإضاءة. الخطوة دي بتبعت إشارة لمخك إن اليوم خلص بنجاح. في النهاية عاوزة أقولك كلمة من أخت لأختها: العمر بيجري والأيام بتعدي وإحنا بنبني بيوتنا بصحتنا وأعصابنا. الصحة دي أمانة والوقت ده هو أغلى ما تملكي. ما تسمحيش لليوم إنه يسحلك وراه، انتي اللي سوقي يومك وخليكي انتي القائدة. الصحيان بدري مش مجرد توفير ساعات، ده كمان توفير راحة بال. ربنا يبارك في بيوتكم ويجعل في بكوركم كل الخير والرزق. لو الفيديو ده شجعك ولو 1% ما تنسيش تعملي لايك وتشاركيه مع صاحبتك اللي دايما حاسة ان يومها ضايع منها. يمكن تكوني انت السبب في تغيير حياتها. والسر هنا، اكتبيلي في التعليقات: انا هبدأ معاكي من بكرة. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، اقوى واعمق واقرب لقلوبنا. وسلام.